عايزة تاكلي بسكوتة طعمها حلو؟ يبقى ورقة وقلم واكتبي معايا المقادير يا ست الكل، وامشي على الطريقة واوعدك هتاكلي أحلى وأطعم بسكوتة بتدوب في البق دوبان، مقرمشة، طعمها كده مميز. لما بعمل أي وصفة بحب أقول كل حاجة بأمانة، وأي حاجة وقفت قدامي حتى بقولها برضو في الفيديو. يعني أوعدك لو مشيتي على أي وصفة أعملها إن شاء الله هتطلع معاكي ناجحة جدا. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف وصفتنا. معانا 500 جرام من الزبدة اللي هو نص كيلو زبدة، تكون زبدة طرية كده، بالكوباية حوالي كوبايتين زائد معلقتين. لازم الزبدة بتاعتنا تكون لينة بالشكل ده علشان ما تتعبناش. كمان معانا 250 جرام من السكر البودر اللي هو ربع كيلو، بالكوباية حوالي كوباية ونص. هننخلهم كمان علشان لو في أي تكتلات. هنضيف الزبدة على السكر، هنبتدي نضربهم كويس جدا، ولازم الزبدة بتاعتنا تكون طرية عشان واحنا بنضربها تتضرب معانا بسهولة، وكمان تنزل من الكيس بسهولة برضه. واحنا بنضرب نوقف المضرب ونحاول نجيب الحروف كده علشان تتضرب معانا كويس. اضربيها في العجان او بالمضرب اليدوي المتوفر عندك، المهم ان احنا نفضل نضربها علشان تريحنا وتنزل معانا بالكيس بكل سهولة. بسكوتة تبقى ناجحة توصل للقوام واللون ده. هننزل بقى بالبيض، بيضة بيضة كده، بيضة تختفي، ننزل بالبيضة التانية. هنضيف الاربع بيضات كلهم، وطبعا ضايفين على الاربع بيضات ظرفين من الفانيليا. بيضه بيضه كده، ونبتدي نضرب لحد ما تختفي، ننزل بالبيضه اللي بعدها، وهكذا لحد ما نخلص البيض كله. شايفين بقى القوام عامل ازاي؟ لو ما وصلتيش للقوام ده هتتعبي وانتي بتشكلي البسكوت، وايديك هتوجعك من الكيس لان هتبقى بتنزل بصعوبه. بعد كده بقى هنبتدي نضيف الدقيق بتاعنا كيلو الا ربع من الدقيق، اللي هم 750 جرام من الدقيق. طبعا نخلينه كويس جدا. هنشيل من الدقيق معلقتين كبار من الدقيق، وهنضيف بدلهم معلقتين كبار هرميين كده من الكاستر او النشا. كمان هنضيف معلقتين من اللبن البودر علشان كده يدونا طعم غني وحلو للبسكوته. مش متوفر عندك الكاستر عادي استخدمي نشا. ولو الدقيق بتاعك انت واثقه فيه ودقيق نواعم، او الدقيق اللي هو مثلا زي سنبله الفرات، عادي ممكن ما تستخدميش اصلا النشا ولا تضيفي الكاستر. بس بصراحه الكاستر بيدينا لون حلو للبسكوته، وفي نفس الوقت بيدينا برضو طعم حلو قوي للبسكوته، في نفس الوقت بيدينا برضو قرمشه. شايفين بقى القوام؟ عجينه ما بتتمسكش بالايد اصلا، ناعمه جدا وكريميه بالشكل ده. هقسم العجينه، هضيف معلقتين من الكاكاو الخام الغير محلى، هضيف معلقتين كده او مكعبين من الزبده، نفس الزبده اللي احنا استخدمناها اللي هي الزبده تكون طريه او لينه. بعد كده هنقلب الكاكاو والزبده كويس لحد ما الكاكاو كده يختفي، وهنبتدي بقى نشكل على طول البسكوت بتاعنا. التب بتاعنا او القمع بتاعنا رقمه 3D، وده احسن تب طبعا تستخدميه، وما نخليش باين حاجه خالص من التب او القمع الا السنون علشان الكيس ما يتقطعش معاكي وتشكلي كده بكل سهوله. شايفين بقى احنا بنشكل على طول بكل سهوله، او البسكوته بتنزل معانا بكل سهوله. وطبعا البسكوته اللي تحسي ان هي مش عاجباكي او شكلها مش عاجبك، عادي شيليها على طول واعملي غيرها. بنبتدي بقى بعد ما اخلص الصاج كله او الصينيه كلها باي حاجه متوفره عندك ويساوي البسكوت بتاعنا. عايزين البسكوت كله يبقى حجم واحد وطول واحد، فببتدي كده ان انا اقص. مثلا لو البسكوته طويله اقص منها جزء، لو مثلا معوجه بشيلها واعمل غيرها. المهم ان انا كل صاج بخلصه ببتدي اسويه وادخله الفرن على طول. التسويه بقى درجة حرارة أقل من المتوسطة في الرف اللي تحت الشواية، لكن مش بنشغل الشواية نهائي، احنا بنحطه في الرف اللي تحت الشواية اللي هو الرف الأولاني خالص فوق في الفرن. وبعد كده بنخلي الحرارة على درجة حرارة 180 أو درجة حرارة أقل من المتوسطة. بنسيبه كده لحد ما ياخد اللون الذهبي من تحت وياخد لون بسيط خالص من فوق. عشان تحفظيه لآخر بسكوتة تفضل مقرمشة معاكي، هنجيب علبة محكمة الغلق ونفرشها بأكياس من أكياس التلاجة. نبتدي نرص البسكوت بتاعنا برضو، نغطيه تاني بكيس من أكياس التلاجة، وبعد كده نقفل العلبة بتاعتنا. ما تفتحيش عليه العلبة خالص ولا تشيلي الكيس اللي عليه، الا لما تعوزي بسكوت تاخدي البسكوت وتقفلي العلبه تاني، وكده البسكوت هيفضل لاخر بسكوته بنفس القرمشه وبنفس الطعم بالظبط. جربوه، متاكده ان هو هينجح معاكم ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والمتابعه لو عجبكم الفيديو.